ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد. خليني اقول على نفسي ان انا صانع محتوى عارف قيمة الماركتينج وعارف ان هي اهم مهارة لازم حد يتعلمها، لان حتى لو مش تتعلمها علشان تشتغلها، علشان تحمي نفسك من طرق النصب اللي بقت موجودة دلوقتي. لان انت سواء دلوقتي او بعدين هتحتاج لشخص يسوق ليك او يعمل مثلا تسويق للمنتج او الخدمة بتاعتك. فعلشان بس تقدر تعرف سواء الشخص ده فعلا بيعرف يعمل الشغل بتاعه وماشي كويس وبيعمل اللي انت اتفقت عليه ولا بينصب عليك. تمام. فقررت ان انا اعمل كورس خفيف لطيف ظريف، يعني برضه لان انا بتكلم مع جيلي، فجيلي برضه لسه طالع ما يعرفش كويس اوي مثلا المفاهيم والحاجات بتاعت الماركتينج. فحاولت على قد ما اقدر يعني ان انا اقدم الكورس بشكل كويس خفيف سهل اي شخص يقدر يفهم انا بتكلم عن ايه، حتى لو اول مرة يسمع حاجة اسمها ماركتينج. تمام. وإن شاء الله هنتكلم وهيكون كورس قصير، يعني مش هطول مش هرغي كتير، وخلينا نبدأ على طول. تمام. طبعا بما إننا داخلين على حاجة جديدة فلازم نعرف يعني إيه ماركتينج عشان نبدأ وإحنا فاهمين إحنا بنتكلم عن إيه. تمام. طبعا كعلم، لأن في حاجة اسمها علم التسويق، يعني التسويق اسمه علم التسويق. تمام. في له تعريف كتير قوي، يعني انت لو دخلت على جوجل كتبت تعريف التسويق هيظهر ليك بدل التعريف 2 و3 و4 و100. تمام. فانا اخترت اشهرهم واحسنهم كمان اللي بيلخصوا الباقي، فاهم؟ لان انا مش معقول اجيب لك كل التعريف الموجود. تمام. ومن التعريفين اللي معايا النهارده في تعريف كان موجود في كتاب كوتلر اتحدث عن الماركتينج، اللي هو يعتبر الاب الروحي للماركتينج. تمام. فخلينا نبص مع بعض ونشوف هنتكلم عن ايه ونشوف التعريفين اللي هنتكلم عليه. طبعا اول تعريف اللي هو كان موجود في كتاب كوتلر، ازاي تعرف احتياج العميل وتخلي العميل راضي. بمعنى انا جالي شخص محتاج خدمة او منتج، تمام، انا كواجبي ان انا هدور او احاول اقدم ليه الخدمة او المنتج اللي هو عايزها. تمام. ولكن العميل لازم يكون راضي، فان هو راضي ان انا قدمت له قيمة لازم اقدم له قيمة كويسة او مثلا منتج بجودة عالية، فهو لما يجي يدفع لي السعر هو راضي، فاهم؟ يعني ما يحسش ان هو اتنصب عليه او دفع مثلا سعر اعلى من القيمة اللي هو واخدها. تمام. تاني بقى تعريف معانا وهو انك تجذب العميل وتحافظ عليه. تمام. طيب انا لو هجذب العميل، تمام، خلينا ان انا هجذب العميل هحافظ عليه ازاي؟ طبعا هحافظ عليه ان انا اقدم له قيمه او اقدم له السمعه بتاعتي. تمام. الناس اللي اشترت مني قبل كده بتتكلم بتقول ايه عني، او اقدم الاراء الناس فيا. تمام. الناس بتقول ايه عليا او فيا او في المنتج او الخدمه بتاعتي او اسمي، يعني انا موجود في السوق ازاي، فاهم؟ شكلي في السوق ازاي. تمام. ولكن زي ما انت شفت ان هو يعتبر نفس الحاجة، إن أنا بقدم له قيمة فهو يكون راضي فبيدفع له هو راضي فبيفضل معايا، فاهم؟ فبيكون لويالت معايا. تمام. طيب فهمنا معنى التسويق، خلينا نفهم هم اخترعوا لي إيه. يعني أكيد طبعا زمان ما كانش في حاجة اسمها تسويق، فالشركات هي اللي اخترعته. تمام. فنشوف مع بعض اخترعوا لي. الشركات اخترعته زي ما انت شايف علشان الناس تعرف المنتج أو الخدمة بتاعتهم فهم يبيعوا، فاهم؟ لأن شخص أو شركة ما قدرتش ان هي تسوق للمنتج او الخدمه بتاعتها مش هتعرف تبيع، فاهم؟ لان الشخص اللي جنبها ما عرفش هي شركه ايه ولا بتبيع ايه، فمش هيشتري المنتج او الخدمه بتاعته، فاهم؟ فاحنا كده فهمنا برضو الشركات اخترعته ليه. تمام. طيب خلينا نبص زمان الفرق يعني اللي كان موجود بين التسويق زمان والشركات زمان ودلوقتي. الشركات كانت بتفكر ازاي وكانت بتسوق كمان ازاي. تمام. طيب اول حاجه زي ما انت شايف الشركة كانت بتفكر إن هي تعمل كل حاجة بنفسها. يعني شركة عايزة هتصنع منتج، عايزة تصنع المنتج ده من الأول لحد الآخر من ألف للياء هي اللي تعمله، فاهم؟ لكن دلوقتي الشركات بقت بتجمع، فاهم؟ زي شركة أبل. أبل ما بتصنعش التليفون بتاعها، أبل بتجمعه حتى في الصين، فاهم؟ في الصين الأجزاء بتاعة التليفون بتيجي من شركات مختلفة بتتجمع في الصين وتتقدم للسوق في العالم كله بالشكل أبل اللي احنا عارفينه. تمام. زمان كانوا بيحاولوا انهم يحسنوا كل حاجة لوحدهم، فاهم؟ بيحاولوا بينافسوا نفسهم، لكن دلوقتي بقى بيشوفوا السوق، فاهم؟ بقى بيشوفوا المنافسين في السوق قدموا المنتج بتاعهم ازاي، ايه الميزة اللي عند المنافس فازاي انا اعلي عليه، فاهم انت؟ كانوا بيعتمدوا على القدرات الفردية اللي هو كل شخص عنده حاجة بيعملها وخلاص، لكن دلوقتي بيجيبوا فريق مولتي تاسكينج، فاهم؟ فريق نفس الشخص بيعرف يعمل كذا حاجة كويس، فاهم؟ يعني بجودة عالية وبيوفر على نفسه فلوس وجهد
وعمال، فاهم، عمالة. تمام. زمان كانوا بيركزوا على التسويق المحلي، انهم عايزين يصنعوا ويسوقوا محلي، يعني يبيعوا محلي بس، فاهم. لكن دلوقتي الشركات بتركز على العالمي والمحلي، فاهم، اللي عايز تطلع تبيع بره وجوه. تمام. زمان كانوا بيركزوا بس على المنتج، هما يصنعوا منتج وهيرموه في السوق وخلاص. لكن دلوقتي بقوا بيركزوا على السوق والعميل، يعني هما لما بييجوا يعملوا منتج بيعملوه على احتياجات العميل، متطابق مع احتياجات العميل والسوق، فاهم. فما بقوش يعملوا أي منتج وخلاص. زمان كانوا بيحاولوا يعملوا منتج بأعلى مواصفات من غير ما يعرفوا المواصفات دي رايحة لمين أو متجهة لمين أو مين اللي هيشتريها، فاهم. لكن دلوقتي بقوا بيعملوا منتج متعدل أو حاجة مطابقة على احتياجات العميل وبس، فاهم. لأن العميل ده اللي في الآخر هو اللي هيشتري. فأنا ممكن أصنع حاجة بأعلى جودة وبأعلى كواليتي، لكن العميل مش عايزها فمش هيشتريها، أنت فاهم. زمان كانوا بيسوقوا لكل الناس، يعني لما بيجوا مثلا حملة إعلانية بيرموها كده وخلاص. لكن دلوقتي بقى في دراسة، بقى في شريحة معينة اللي أنا دايما بقولها، اللي هو الجمهور المستهدف. يعني أنت بتتكلم أو بتخاطب فئة معينة اللي هي مهتمة بالمنتج أو الخدمة بتاعتك، أنت فاهم. فكده أنت أصلا بتعلي قيمة الجودة أو المنتج. زمان كانوا بيحاولوا يشوفوا ميزة تنافسية واحدة بس تفضل مستمرة، فاهم. يعني لو حاجة من أول ما بدأوا الشركة لحد ما ينهوها هي نفس الميزة. لكن دلوقتي بيحاولوا يشوفوا كل يوم ميزة تنافسية جديدة يحطها في المنتج بتاعهم علشان يكملوا نجاح ويكملوا مبيعات، فاهم. طيب، بما إننا برضو اتكلمنا عن الجودة فخلينا نجيب برضو مثال من كتاب كوتلر عن الجودة، لأن الجودة طبعا عامل مهم جدا يعني في أي حاجة، في أي سواء كانت خدمة أو منتج. تمام. طبعا خلينا أقول لك مثال بسيط. أنت لو ولاعة، تمام، أنت هتبقى أنت شخص ولاعة، أنت كمثلا تاجر، فأنت ولاعة، تمام. العميل ده جه عليك، فأنت هو بيقرب منك، أنت لسعته بالجودة الوحشة بتاعتك أو الخدمة الزبالة بتاعتك، تمام. هل هيجي لك تاني؟ لا. هي نفس الحاجة، أنت لو جالك شخص قدمت ليه منتج بكواليتي مش كويس أو خدمة وحشة مش هيجي لك تاني، فاهم. فأنت كده خسرت العميل، تمام. واللي سبب في كده الجودة بتاعتك. فالجودة عامل مهم قوي في المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها للسوق، تمام. وكمان لازم تعرف إن الجودة ملهاش صورة واحدة. الجودة ممكن تظهر بصور كتير وبأشكال كتير، زي مثلا في السيارات، في العربيات. يعني لو قلت لك أعلى كواليتي في العربيات، معناه هل هي بتمشي لوحدها؟ هل مثلا مصنوعة من أحسن، يعني أحسن ماتيريال ممكن تلاقيه في السوق؟ بالعكس، ممكن تكون مثلا إن أنا بقدم أمان، فدي الجودة، فاهم. أنا العربيات بتاعتي بديها لك أنت واخد حاجة يا باشا مية مية، فاهم، ما تعطلش، فدي الجودة، فاهم. فالجودة ممكن تكون بأشكال كتير، مش بس الجودة اللي هو الكواليتي بتاعة المنتج أو الخدمة، فاهم. تمام. نرجع طبعا للشرح بتاعنا. علشان تبيع منتج لازم تفهم العملية بتمشي ازاي، فاهم. العملية بتاعت العميل بتمشي ازاي، فاهم. العميل ايه اللي بيحرك العميل وبيخليه ان هو يروح يشتري؟ اول حاجة الاحتياجات، تمام. الرغبات والطلب. ان العميل بيكون عنده احتياج ان هو حاجة اساسية، الاحتياجات دي بيكون الحاجات الاساسية زي مثلا اللبس او الاكل والشرب، فدي حاجات اساسية لازم العميل يشتريها، لان لو ما اشتريهاش مش هيلبس، مش هياكل، مش هيشرب، فهيموت، فاهم. الرغبات بتكون الحاجات اللي انا عايزها ولكن مش ضرورية، عادي ممكن اتغاضى عنها وما اشتريهاش او اشتريها في وقت تاني، تمام. طيب، والطلب، الطلب الحاجات اللي انا بطلب، انا عندي حاجة نفسي اطلب حاجة، فاهم. اللي هو مثلا انا عندي عايز اشتري تيشيرت، تمام. فبدخل على امازون مثلا وبكتب انا عايز اطلب تيشيرت او تيشيرت مثلا بديزاين كذا اللي انا محتاجه، تمام، واطلبه. كده انا كان عندي احتياج ورغبة، لان برضو انا ممكن يكون التيشيرت ده زيادة على اللي عندي في الدولاب، أنا عندي لبسي يكفيني، فاهم، ولكن أنا عايز أزود عليه، فدي تتحول من احتياج لرغبة، فاهم، ومن رغبة لطلب لأن أنا طلبته، تمام. وغير كده لازم نفهم برضه سلوك العميل. يعني أنا عرفت إيه اللي بيحرك العميل، ولكن قبل ما العميل يتحرك إيه اللي حصل معاه علشان يتحرك؟ في كام مرحلة كده العميل بيمر بيهم علشان يروح أو يبقى عميل ليك أو يشتري المنتج بتاعك. أول حاجة إن هي بتحصل له مشكلة، تمام. العميل بتحصل له مشكلة، بعد ما بيحصل له المشكلة بيتحول
لشخص بيدور على حل للمشكلة دي، تمام. وبعد ما يلاقي حلول، لأن طبعا أنت أونلاين فأوبن سورس، فاهم، ففي منتجات كتير، في حلول كتير، فبيبدأ بقى يقارن بين المنتجات سواء من ناحية العيوب والمميزات والأسعار والكواليتي، أعلى كواليتي مثلا، أقل سعر، والحاجات دي كلها، تمام. وبعد ما تمام بيشوف حل مناسب ليه ولاحتياجاته، بيقرر إن هو يشتري وبيبقى ليك عميل، تمام. طيب احنا كده فهمنا سلوك العميل وازاي بيمشي علشان يشتري، تمام. عرفت ايه اللي بيحركه وايه سلوكه، يعني ايه اللي بيحصل قبل ما بيتحرك، فاهم. خلينا نفهم حاجة كده اسمها ماركتينج فانل أو سيلز فانل، اللي هو ايه اللي بيحصل، يعني العملية بقى اللي بعد كده، تمام. من أول ما بيشوف المنتج بتاعك، والله أول حاجة بيكون شخص واعي، اللي هو شخص عارف عن المنتج أو الخدمة بتاعتك، تمام. بعد كده المنتج عجبه فبقى شخص مهتم، فاهم، اللي هو مهتم بالخدمة أو الحاجة أو المنتج اللي أنت بتقدمه، تمام. بعد كده بعد ما كان مهتم وبدأ كل شوية بقى يخش يشوف ايه الدنيا، يخش على صفحتكم، يخش مثلا لو انت عندك انستجرام يخش على انستجرام، لو انت عندك مثلا سايت او ستور بيخش على الستور، فبيتحول من مهتم لراغب ان هو عايز يشتري بقى، فاهم. وبعد بقى ما يكون راغب ويتمم عملية مثلا او خلاص ان هو قرر ان هو يشتري، فبيتحول لعميل، تمام. فهو بيبدأ من واعي، شخص شاف الحاجة بتاعتك، لشخص عميل. وزي ما انت شايف الفانل او القمع بيبدأ بحاجة كبيرة، ان هو كبير، لان طبعا ان انت تعرف الناس عن المنتج بتاعتك دي حاجة عادية، ممكن ان كل الناس تعملها، فاهم، وناس كتير قوي تشوفها، ولكن اللي هيكون مهتم هيكون فئة صغيرة، فاهم. ولكن بقى اللي هيكون عايز يشتري الخدمة او المنتج هيكون اصغر، انت فاهم. اللي هيبقى بقى عميل اللي هو هيقرر ان هو يشتري هيبقى اصغر خالص، فاهم. فانت ممكن مثلا تبدأ هنا ب 100 عميل مثلا، تمام. هنا يكونوا 90، هنا يكونوا 50، هنا يكونوا 20، تفهمني. فانت اللي بدأت بيه هنا مش هتوصل بيه لحد النهاية، فاهم. فده يخلينا نفهم ان في نوعين تسويق، في نوع مباشر ونوع غير مباشر. النوع الغير مباشر ان انت بس بتعرف العميل، اللي هو الوعي، الاويرنس بالانجليزي، فاهم. انت بتعرف العميل عنك، اللي انت بتقدمه او المنتج اللي انت بتبيعه. المنتج بقى او التسويق المباشر ان انت بتروح للعميل على طول، عايز مبيعات، فاهم، عايز مبيعات. فلما بتيجي تعمل الكامبين بتاعتك او تعمل الاعلان بتاعك، بتحدد الرغبة او الهدف من الحملة دي المبيعات، فاهم. فالفيسبوك والخوارزميات بتحاول تدور لك عن الشخص اللي هيجي من هنا على طول على هنا، فاهم، اللي هو هيتخطى كل المراحل دي ويخش على مرحلة العميل على طول، انت فاهم. فلازم تعرف ان في نوعين تسويق، المباشر والغير مباشر، تمام. طيب هنرجع برضو للكتاب بتاع كوتلر لان هو كتاب مهم الصراحة، ونشوف زمان برضو كان بيسويه ازاي من ناحية العميل يعني والمنتج، تمام. اول حاجة الناس كانت عايزة زمان ان انت دفعت كذا على كل ربع جنيه انت دفعته، انت عايز عميل، فاهم. فانت عايز تسويق على مبيعات، كل تسويق هتعمله لازم يجيب لك عملاء، انت فاهم. لكن دلوقتي الناس بقت عايزة تثبت العلامة بتاعتها جوه الناس، فبتعمل باكات دلوقتي بقت بتتجه أكتر للوعي، إن هي تثبت العلامة بتاعتها مع الناس، تعيش مع الناس، فاهم. زمان كانوا بيركزوا على طلب العميل للشراء وبس، يعني هم عايزين إن العميل يشتري وخلاص. لكن دلوقتي بقوا بيعتنوا بالعميل، سواء بالخدمة بتاعته، سواء بخدمة المبيعات، سواء المنتج العميل راضي مش راضي، الخدمة بتاعته اللي هم بيقدموها كانت فعلا عند حسن ظن العميل ولا كانت أي حاجة وخلاص، تمام. محاولة تحقيق الربح من كل تعامل مع العميل، ده محاولة تحقيق الربح عن طريق إثبات تسمين العميل، يعني اللي هم كانوا بيحاولوا بس يكسبوا عن خلاص هم يبيعوا خلاص، لكن ما كانوش بيحاولوا يفكروا على المدى البعيد. العميل ده لو عملناه كويس أو اهتمينا بيه أكتر ما نهتم بالمنتج أو المبيعة، هيبقى معانا عميل لويالتي، فهيشتري بدل مرة 2 و3 و4 و5 و6 و10، فاهم. فده اسمه التفكير أو المبيعات على المدى البعيد. لما كانوا بييجوا يحددوا الأسعار كانوا بيحددوا الأسعار على بس إزاي المنتج يتكلف، يعني كل تكلفة المنتج يتكلف، فكانوا بيحددوا السعر عليها ويزودوا الربح،
تمام. لكن دلوقتي بقى بيشوف السوق الأسعار المنافسة، فبيحاولوا بقى يلعبوا بالرينج الأسعار للتواصل. يعني ما كانوش عندهم تواصل أو ترابط بين الحاجات من بعضها، اللي هو كانوا بيستخدموا قناة واحدة وخلاص، فاهم. لكن دلوقتي بقى بيربطوا القنوات ببعض على الفيسبوك والانستجرام. يعني انت بتلاقي نفس المنتج موجود على كل المنصات، انت فاهم، ولكن منبع المنتج ده هي حاجة واحدة، اللي هي مثلا الادز مانجر، فاهم، اللي هو صفحة واحدة انت اطلقت منها وبقيت موجود على كل التواصل، وكل الحاجات دي مترابطة مع بعضها. فلما تيجي تجمع بيانات بتجمع البيانات دي في مكان واحد، فاهم، من 3-4 أماكن في مكان واحد، انت فاهم. زمان كانوا بيحاولوا يبيعوا بس المنتج، ما كانوش بيحاولوا يفهموا العميل محتاج ايه ويدوهوله، فاهم. فكانوا بيهتموا اكتر بالمنتج، كانوا بيسمنوا المنتج وبعدين بقى يشوفوا يبيعوا لمين، انت فاهم. لكن دلوقتي الناس بقت بتهتم ان العميل احتياجاته، بتعمل منتج متلبي مع احتياجات العميل، انت فاهم. بس فده كان برضه عشان ابين لك ان التسويق زمان كان حاجه ودلوقتي بقى حاجه تانية. وكمان ان كتاب كوتلر حرفيا يعني كتاب لازم تقراه، يعني لازم تقراه حتى لو مرة واحدة في حياتك، لأن هيلخص عليه كتير وهيفتح دماغك إزاي الماركتينج بيشتغل، تمام. علشان بقى يعني خلاص احنا فهمنا الرغبات والأسباب والمفاهيم والفرق بين زمان ودلوقتي وده كله وإزاي وليه اخترعوه، يعني إيه ماركتينج. جينا لحتة البرودكت، يعني هو عشان تعمل تسويق بقى، اللي هو هتبني استراتيجية. أول خطوة إن أنت تبني استراتيجية تسويقية، ان انت تفكر في 4 حاجات، تمام. الحاجات دي حاجة ثابتة، لو شلت منهم حاجة مش هتعرف تعمل التسويق او الاستراتيجية بتاعتك، وهوريك دلوقتي ازاي. في حاجة بالانجليزي اسمها الفور بيس، تمام. الفور يعني اللي هي 4، البي لان ال4 كلمات المشترك فيها في الحرف الاول هو حرف البي، والاس اللي هي الجمع، تمام. فانت لما بتيجي تعمل استراتيجية لازم توصل ل4 حاجات. اول حاجة المنتج، تمام، وتدرسه كويس عشان تعرف المميزات بتاعتك فتقدر تسوق ليها وتظهرها اكتر للعميل، فاهم. تاني حاجة السعر. تالت حاجة المكان، انت تبص على المكان هتبيع المنتج بتاعك فين. ورابع حاجة البروموشن، الاعلان، فاهم. خليني بقول لك ازاي انت لو شلت ضلع من الحاجات دي مش هتعرف تسوق. انت حطيت سعر كويس، تمام، منافس للسوق، وعرفت هتبيع فين، وعملت اعلانات، لكن ما عندكش المنتج. هل كده حملتك او الاستراتيجيه بتاعتك ناجحه؟ انت مش عارف تبيع ايه، تمام. خلينا نعكس اللعبه. انا عندي البرودكت، تمام، عندي المنتج وعندي السعر وعندي البروموشن، الاعلانات. انا اصلا ما اعرفش المكان، فمش عارف اعمل اعلانات فين، فاهم. فما اعرفش ابيع ازاي او ابيع فين، فمش عارف اعمل استراتيجيه. مثال تاني، انا عندي البرودكت وعندي البليس وعندي البروموشن، تمام، ولكن ما عنديش السعر. هل انا هعرف العميل لما يجي لي هيدفع لي قد ايه او هيدفع لي على اساس ايه؟ لا. فبرضه كده مش عارف اعمل استراتيجيه، فاهم. فقبل ما افكر في الاستراتيجيه لازم اعرف الحاجات دي واركز عليهم كده واكتبهم قدامي. برايس والبرودكت والبليس والبروموشن ممكن ترتبهم زي ما انت عايز، ولكن الترتيب الافضل ان انت بيكون اول حاجه البرودكت، تاني حاجه البرايس، تالت حاجه البليس، رابع حاجه البروموشن، فاهم. لان انت لازم تفهم انت بتصنع المنتج، تمام، وبعد كده بتحدد له السعر، تمام، وبعد كده بتحدد انت هتبيعه فين. بناء بقى على انت حددت هتبيعه فين هتعمل اعلانات، فاهم. لكن انت مثلا لو قلت انا همشيها كده حرف زد، اللي هو برودكت، برايس، بروموشن، بعد كده بليس، انا عملت اعلانات ولكن انا مش عارف اعمل اعلانات فين، فاهم، فمش هتنفع. لكن لما تمشيها كده زي ما هو الترتيب، اللي هو اول حاجه البرودكت، تاني حاجه البرايس، تالت حاجه البليس، رابع حاجه البروموشن، انت كده ماشي خطوه بخطوه بتسلسل واضح وصحيح، فاهم، اللي هو صح. يعني ترتيب كويس انت ماشي بيه، تقدر تعمل الخطه او الاستراتيجيه بتاعتك بشكل ناجح، بشكل سهل ومفهوم، انت تقدر تتابع حتى الخطوات دي، تمام. اخر حاجه نتكلم عنها النهارده عشان برضه ما نطولش الفيديو، انك لازم تعرف حاجتين، تمام. لازم تعرف ان الشركات بتعمل تسويق علشان عايزه تكسب وسهمها في البورصه يكون عالي، تمام، والعميل محتاج احتياجاته، فاهم. يعني الشركه بتعمل المنتج او الخدمه عشان تكسب، والعميل بيدور على المنتج او الخدمه عشان يلبي الاحتياجات او الرغبه بتاعته، فاهم. ففي الاخر بيكون التسويق كامل مكمل مبني على حاجه اسمها احتياجات.
تمام. فانت قبل ما تخش كده تسمي الله، تمام، وتعرف ان انت داخل على احتياج، لازم تدور على الاحتياج، هتجيبه منين، هتوصل له ازاي، العميل، الاحتياج اللي عند العميل هتخش له منين، الطريقه اللي انت المفروض تتكلم معاه، المنتج بتاعه المفروض تظهره للعميل بأنهي شكل، او تقول له المميزات بتاعتك كذا 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 كذا، هل هكلم العميل عنك ولا عن المنتج، فاهم؟ فلازم تعرف انت داخل تتكلم عن احتياجات، داخل تلبي احتياجات، وداخل تظهر احتياجات، وداخل تخلق احتياجات عند العميل، وبعد كده تجيب المنتج او الخدمه بتاعتك وتلبيها له، فاهم؟ كده نكون اتكلمنا عن الماركتينج، تمام، فهمنا يعني ايه ماركتينج وليه اخترعوه وازاي الشركات تستخدمه، والفرق بين زمان ودلوقتي، وازاي كمان نخطط لاستراتيجية الأربع عناصر المهمة الأساسية لازم أي حد يعرفها ويفكر فيها قبل ما يبدأ يعمل استراتيجية. وعرفنا ليه الشركات بتسوق وليه العميل موجود، فاهم؟ يعني الشركات من غير العميل ما تشتغلش، والعميل من غير شركات ما يعرفش يلبي احتياجاته، تمام. إن شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم بقى عن الاستراتيجيات والمراحل اللي انت بتمر بيها علشان تعمل استراتيجية، وازاي بقى تحلل السوق والمنافسين والمنتج والحاجات دي كلها، تمام. اشوف الفيديو الجاي، اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف لطيف ان شاء الله، واشوفكم الفيديو الجاي.